السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احتفالات وطبل وزمر عملوها المصريين. عملوا ايه؟ ده حتى مش عارفين يعملوها على روحهم. عملها عمل ايه؟ العجيب مش في الطبالين بتوع السيسي. العجيب ان شعب مصر بيتكلم، شعب مصر بيطبل وبيزمر وبيرفع بوستات وصور وفيديوهات واحتفالات، على الرغم من انهم نقضوا عهدهم قبل دلوقتي. خلاص يعني الموضوع دخل رسمي دلوقتي حيز التنفيذ، انما قبل يعني بعد ما تم الاتفاق 50 شهيد، ودلوقتي خلاص دخل رسميا، وطبعا ما لهمش عهد. والقصه كلها اولها واخرها جائزه نوبل اللي منتظر ترامب ان هو ياخدها. بالمناسبه كمان اللي هي هتعلن بعد دقايق من تصوير الفيديو ده، هيعلن مين اللي هياخد جائزه نوبل للسلام. والنرويج بتقولك احنا مستعدين لأسوأ الاحتمالات. ده بلطجي ومستعدين لأسوأ الاحتمالات. تخيل لما تبقى يعني مؤسسه راصده يعني جايزه للمحترم، ويجي بلطجي المنطقه يقول لك الجايزه دي بتاعتي. ده مفيش محترم غيري. هو في حد في اخلاقي؟ هو في حد زيي؟ ده انا المحترم اللي في المنطقه كلها، والجايزه دي خلاص بتاعتي. تخيلوا النرويج. هنبدا نشوف مع بعض. بس المشهد بتاع احتفال المصريين بان مصر عملتها على روحها ومفروض بقى تغير. هو انتم مفكرين هتعدوا ايه؟ هي الخناقه اللي كانت مثلا يعني في 2013 والمذابح اللي اتعملت في 2013 عدت؟ ما انتوا بتدفعوا ثمنها النهارده. انتوا فاكرين اللي حصل دلوقتي في غزه هيعدي؟ هو القصه النهارده ظالم ومظلوم، تبقى ما بتشوفش، تبقى محتاج تركب ونضاره يعني بمواصفات معينه عشان تبدا تشوف الحقيقه ان في ربنا تالت يا معلم. هو الاول، هو الاخر، هو الظاهر، هو الباطن، واحنا كلنا بنأدي ادوار على المسرح. اوعى تفكر نفسك ان انت فت كده وبتاع مالناش دعوه وربنا معاه وحسبي الله ونعم الوكيل وما باليد حيله، وربنا سبحانه وتعالى ما يعرفش بقى ان انت ما باليد حيله. ايه يا عم الكلام ده نضحك بيه على بعض، انما عند ربنا لا ثم لا ثم لا. اللي حاصل دلوقتي يعني الحرب اللي حصلت دي يا سيدي، هنقول اللي انت بتقول عليهم دول هنقول ان هم السبب، ومش هنراجعك في الكلمه. بس ليه ما كانش مثلا في دولتك؟ اي ما يكون بقى دولتك اسمها ايه، خلينا ما نسميش، خلي اللي حصل ده حصل في دولتك. مجموعه ناس حلوين وحشين عملوا اللي عملوه. هو ده كان بعزيز على ربنا سبحانه وتعالى؟ هو ده ربنا ما يقدرش يعمله في اي دوله ايا كانت؟ طب الاطفال والنساء والشيوخ ما بهمش حاجه، ولا خدوا القرار، ولا تم استشارتهم، ولا خلاص. يبقى تعرف ان القصه ايه؟ القصه النهارده ان مش انت اللي ناجي، بل انت اللي هالك وهم اللي ناجين. لما النبي صلى الله عليه وسلم مرض شديد ودخل عليه واحد بيقول له ام الحمى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول له تقريبا يعني، او كما قال صلى الله عليه وسلم ايه، عنده حمى او ام الحمى حاجه زي كده، فبيقول له ايه دي؟ فقال له ما جالكش كذا، ما جالكش كذا، ما جالكش كذا. فقال له طلعوه عني، ما ده شيطان، ربنا ما ابتلاش باي مرض ولا باي حاجه. انت فكرهم هم اللي في البلاء، هم اللي عيني وبتاع والعين والحاجب. يا راجل اذا ماتوا النهارده ما انت ميت بكره، ولا انت مخلد؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم اشرف من خلق، قال له انك ميت وانهم ميتون. وانت ايه؟ فالقصه اولها واخرها اني كل النهارده اللي قاعد بيحتفل وبيحتفي وبينتشي بنصر
لم يشارك فيه قيد أمولة هيدفع الثمن. وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. وادي التست اتعمل في قطر، التست عمله في قطر، وسكتم بكتم وقمه ونجيد وخلاص وانتهينا، ودلوقتي خلاص ومفيش اي حاجه. انت مفكر ده هم دول كانوا الدرع الوحيد يعني. المهم خلينا نشوف البلطجي والنرويج اللي هي هتعلن عن الجائزه، بيقول لهم والله العظيم لو ما خدتها لا تشوفوا، مستعده لاي شيء. النرويج تتاهب لرد فعل ترامب حال لم يفز بنوبل للسلام. النرويج اللي هي عامله جائزه نوبل تستعد لحرب ترامب ان هو مش هياخدها لو ما خدهاش. طبعا هم النرويج كدوله ما تعرف يعني ايه، هم بتبقى في علماء بقى ويبقى في سياسيين ويبقى في بتاع، فالدوله يمكن لها جانب كده جزء معين. والقصه كلها بيتم الاعلان في وقتها ان فلان هو اللي هياخد جائزه نوبل. فدلوقتي النرويج بتقول لك ايه، احنا مستعدين لاي حاجه هيعملها المجنون ده. اهو تعالوا نشوف مع بعض كده بتقول ايه النرويج. قال لك في يستعد السياسيون النرويجيون لتداعيات محتمله على العلاقات الامريكيه النرويجيه في حال عدم منح الرئيس دونالد ترامب جائزه نوبل للسلام لهذا العام. وفقا لصحيفه الجارديان، صرحت لجنه نوبل النرويجيه يوم الخميس صراحه بانها توصلت الى قرار بشان من سيمنح جائزة السلام لعام 2025 يوم الاثنين، قبل أيام قليلة من موافقة إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار بموجب خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة، مع الأخذ في الاعتبار الإطار الزمني وتشكيلة اللجنة المستقلة المكونة من 5 أعضاء. يعتقد معظم خبراء نوبل وكثير من المراقبين النرويجيين أنه من غير المرجح للغاية منح ترامب الجائزة، مما يثير مخاوف في البلاد بشأن ردة فعله على تجاهله علنا. قالت زعيمة حزب اليسار الاشتراكي النرويجي والمتحدثة باسمه في مجال السياسة الخارجية أن أوسلو يجب أن تكون مستعدة لأي شيء. وصرحت لصحيفة الجارديان يقود دونالد ترامب الولايات المتحدة في اتجاه متطرف، إذ يعتدي على حرية التعبير ويسمح للشرطة السرية المقنعة باختطاف الناس في وضح النهار، ويشن حملات قمع على المؤسسات والمحاكم عندما يكون الرئيس متقلبا ومستبدا إلى هذا الحد. فمن الطبيعي أن نكون مستعدين لأي شيء. وتابعت لجنة نوبل مستقلة وليس للحكومة النرويجية أي دور في تحديد الجوائز، لكنني لست متأكدة من أن ترامب يعلم ذلك. علينا أن نكون مستعدين لأي شيء منه. والله يا لمبي ما في ايدي، ده راح للحكومة، وانت عارف ان الحكومة واللي بيروح عند الحكومة ما بيرجعش يا لمبي. بيقولوا له يعني انت خلاص احنا مالناش دعوة، ده علماء وخبراء وحاجات كده هم اللي بيقولوا مين اللي ياخد الجائزة. والله ما لو لنا نديك، مش يعني مفيش اي حاجة، عارفينك مجنون، عارفينك ده ممكن نديك اللي انت عايزه، نعمل لك جائزة، نصمم لك جائزة، نصنع لك واحدة زيها. انما الموضوع بره ايدينا، وبالتالي اذا ما خدتهاش فهنضطر بقى يعني ايه حاله تاهب كده قصوى مفروض في النرويج. طبعا خلال دقائق من تصوير الفيديو ده هو هيتم الاعلان عن الفائز بجائزه نوبل للسلام. وبعدين طبعا احنا لا نتمنى ان احنا نقول كده، لكن كل شواهد بتقول الكلام ده، ان لا عهد لهم، وان القصة كلها بيتم تنييمها لحد ما يشوفوا حكاية الجايزة دي ونوبل. وده طبعا اجبر عليه نتنياهو، لان نتنياهو مش عايز ده، ووقوف الحرب معناها اقالته واقالة حكومته، كل ده الكلام ده معروف بالضرورة. ولحد اللحظات الأخيرة كان أعداد الضحايا كبير، وكانت الأحزمة النارية كبيرة.
ولكن يعني خلاص، يعني فقد الامل الا بالله. وفي الاخر بيحتفلوا. يعني سبحان الله، الواحد مش لاقي كلام يقوله. بيحتفلوا، يقول لك عملها السيسي، عملوها المصريين، برافو عليكم، ما شاء الله. خلاص، فتستطيع ان تخدعني، تستطيع ان تخدعني، وتستطيع ان تخدع نفسك، لكن لم ولن تستطيع ان تخدع رب العالمين. والكل محاسب، والكل هيدفع الثمن.